السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما كلكم بخير، ويا رب تكونوا دايما في أحسن حال. النهاردة بقى جاي لكم بفيديو قوي جدا جدا جدا. حطوا لايك بس للفيديو في الأول، وكمان ما تنسوش كده كومنت حلو كده زيكم ودعوة حلوة. واللي لسه لحد دلوقتي ما اشتركش في القناة اتمنى تشتركي، ويكون وجودك شرف فوق دماغي، وتكوني نورتيني وشرفتيني، وعيلتي ان شاء الله تكبر بيكم كل يوم عن التاني. ويلا بينا بقى كده، حضري المشروب بتاعك الدافي، وعايزاكي تتفرجي على الفيديو الاخر. لو انتي وراكي شغل اي حاجه هتقومي تخلصيها دلوقتي، ولو كسلانه هتقومي برضو بصوا، فيديو من الاخر كله طاقه وكله نشاط وحماس وهينسيكوا برد الشتاء خالص. كله كده في الميه ورغاوي بقى. وعايزه اقول لكم يعني من الروتينات اللي كانت وحشانه جدا، بقالي كتير قوي ما نشطتش النشاط ده بقى بسبب 9 شهور حمل وولاده واللي. فعايزه اقول لكم بقى ايه من الروتينات اللي محببه على قلبي جدا كده. كمان عايزه اقول لكم ان الدنيا لسه ما بتردتش قوي، فلو وراكي اي حاجه حاولي تنجزيها بقى الفتره دي، لان خلاص احنا داخلين على الشتاء الجامد جدا والسقعه بقى والكسل، ومبنبقاش عايزين نلمس الميه. فالله المستعان. ويلا بينا نبدا كده ونشوف النهارده اليوم بتاعنا هيبقى ماشي ازاي. بس زي ما قلت لكم ما تنسليش كده في اللايك يا بنات. ويلا بينا كده نسمي بسم الله ونبدا ان شاء الله. بصوا اليوم بتاعي ده الفيديو انا مصوراه على يومين، لان انا عملت الحاجات دي على يعتبر يومين. اول بس حاجه عملتها هي ان انا نقعت السجاد. بصوا انا طريقتي في غسيل السجاد بتبقى على حسب، سواء السجاد كان نظيف كده يعني نظيف ومحتاج بس غسيل بسيط، ولا كان غسيل السجاد بقاله كتير ما اتغسلش. طبعا انتوا عارفين او اللي متابعني عارف ان انا كنت حامل ولسه والده بقالي شهر والكلام ده كله. فعايزه اقول لكم ان انا طول ال9 شهور الحمل كنت مش بعمل اي حاجه خالص، اللي هو كنت بعمل حاجات على الوش بس. فكان السجاده عندي عدى عليا رمضان وعدى عليا العيد الصغير والعيد الكبير. فعايزه اقول لكم يا بنات ما كنتش بغسل السجاد، كنت بكنس ولمعه كده من على الوش. غير كمان اخر فتره، اخر شهرين بالظبط من شهور حملي، لما كنت بديت ان انا اعمل في الشقه وكده، شلت السجاد كله وبرمته، ما كانش الدنيا لسه بردت، وحطيته في البلكونه. فقلت عشان اعمل حاجه طبعا الحمد لله يعني ترتيب ربنا كان هو اللي تم. ان انا كنت تعبانه اخر شهرين فما كنتش عملته خالص، وما عملتش الشقه زي ما قلت لكم. فكان السجاد عندي متشال في البلكونه برماه كده وشايلاه في البلكونه. كنت كل يوم على اساس ان انا هطلع السجاد اغسله، وما كنتش بغسله للاسف بسبب التعب اللي انا كنت فيه. فالمهم بقى كان السجاد عندي بصراحه كان صعب جدا، وكان مليان تراب، فما كان محتاج يتنقع الاول، خصوصا المشات الصغيره. فانا مسكت المشات الصغيره، السجاد الصغير اللي هيجي على مقاس البانيو واللي هعرف اعمله في الحمام اغسله، والباقي السجاد انا هوديه دراي كلين، لان بصراحه باقي السجاد عندي تقيل قوي. ومش هقدر عليه خالص يعني. الحمد لله اللهم لك الحمد ابتديت استعيد صحتي وكل حاجه، بس الموضوع بتاع السجاد ده هيبقى صعب عليا شويه الفتره دي. فقلت خلاص خليني اودي الكبير دراي كلين واعمل المشات الصغيره. نقعتها قبلها بيوم، حطيت شامبو سجاد ده بيتباع عند محل المنظفات يا بنات. مش بيتباع بقى في السوبر ماركت وحاجات جاهزه وكده، لا دي خلطات بيعملوها اصحاب المحلات بتاعه المحلات المنظفات اللي هي العاديه. بيتباع سايب بالكيلو. فشامبو سجاد وكلور خام واريال. ده اريال اسمه كده روعه، من الحاجات اللي هي السايبه برضو، بيبقى ارخص شويه من الحاجات اللي هي المعروفه اوكسي واريال والكلام ده. بجيبهم بحطهم في البانيو بس عشان انقع فيهم الحاجه، عشان تسهل عليا غسلها، والميه اللي مش نظيفه تنزل والتراب ينزل والكلام ده كله، وما بتحتاجش وقت معايا. المهم بقى ايه، هنا بقى فده كان في يوم. تاني يوم على طول فانا سبتها، قلت ان انا ايه قبل ما اعملها بيوم هنقعها في البانيو عشان يسهل عليا الدنيا. ده بقى نضيف الصلاة الكبيرة، ده كان تاني يوم على طول ان شاء الله. يعني ده كان تاني يوم بقى، انا مسكت ايه الصالة كده. عايزه اقول لكم ان انا عايزه اغير التقسيمه بتاعه الصلاه عندي، لان بصراحه حاسه ان انا ايه زهقت منها كده. وانا من النوع اللي بحب اغير كل شويه، احب ابدل الحاجه دي واحط حاجه هنا، بنقل الحاجات كتير، بمل بسرعه. يعني انا من الناس اللي ملوله، يعني بتزهق بسرعه وبتمل بسرعه. فقررت ان انا قلت بقى لما اعمل الشقه ان شاء الله هبدل الاماكن بتاعت الركنه والسفره والكلام ده كله. فهنا بقى اول حاجه شلتها الستاير علشان ابدا يعني بصوا انا الشقه عندي او الروتينات العميقه باخدها بترتيب كده تمام. اول حاجه بلم كل الفرش بتاعي عشان خاطر اغسله واسيبه على جنب،
اشيله مثلا على جنب كده في شنطه، او اشيله على جنب لحد ما اخلص باقي التنظيفات. كل واحده يا بنات عايزه اقول لكم بس حاجه، او عايزه نقول كلمتين مهمين. كل واحده يا بنات وليها نظامها وطريقتها واسلوبها في تنظيفاتها، في كل حاجه. مفيش واحده زي التانية، حتى لو اخوات. يعني احنا ما شاء الله احنا 3 اخوات بنات، مفيش واحده فينا زي التانية. كل واحده ليها نظامها في ترتيب شقتها، في تنظيمها، حتى في تنظيفاتها ليها نظامها. فكل واحد على حسب. في ستات او في بنات كده حلوين بيمسكوا مثلا اوضه اوضه يخلصوها يوميا، من كل حاجه بقى، من غسيل السجاده بتاعتها، من الستاره، على حسب. فاهم حاجه اللي يريحك. احنا بندي بعض افكار. يعني الفكره مش فكره مثلا ان انا بنزل فيديو عشان تقومي تعملي كل حاجه زيي، او انا مثلا بتفرج على فيديوهات فبعمل، لا. كل واحد بناخد من بعض افكار، وبناخد من بعض آم، خبرات، يعني فاهميني. يعني مثلا دلوقتي في ستات كتير زي ما قلت لكم، او بنات كتير بيمسكوا مثلا اوضه اوضه كل يوم. انا لا، انا من الناس اللي مثلا لما بعمل تنظيفه عميقه، او مثلا التنظيفات اللي هي بتبقى بتتعمل مرتين 3 في السنه دي، اللي هي بقى بتغسلي السجاد كله والستائر كلها والفرش كله وكل حاجه كل حاجه، وبتجيبي الدواليب من فوق لتحت وتحت السراير، اللي هي التنظيفات اللي بنعملها في المواسم، سواء دخلت شتاء او في العيد او في رمضان او الكلام ده. فانا الفتره دي بتطول معايا شويه، يعني انا تقريبا باخد لي حوالي 10 ايام او اسبوع في التنظيفات دي. ليه؟ لان انا يوميا بعمل كل يوم حاجه، خصوصا ان انا كان عشان ادم. دلوقتي كمان الموضوع اصعب شويه عشان ياسين، انتوا عارفين بقى السن. عايزه اقول لكم ان انا بسجل لكم الصوت وياسين جنبي بيزن. آم، فالمهم بتاع ده. فانا الاول كان الموضوع بياخد معايا كام يوم، كذا يوم. تمام. ودلوقتي كمان برضو بنفس النظام، لان انا لسه لحد دلوقتي عايزه اقول لكم ان انا ما حطيتش خطه كده، او ما حطيتش ايه، آه، خطة اليوم بتاعي يبقى ماشي ازاي. انا دلوقتي يومي ماشي على حسب ياسين، امتى نايم امتى صاحي وهكذا. فانا بحاول استفاد على قد ما اقدر بالوقت اللي هو بيكون نايم فيه. يعني عايزه اقول لكم، ببقى اول ما بينام ببقى مش عارفه انام ولا اخش على المطبخ، ولا اعمل حاجه في الشقه، ولا اشوف ادم، ولا اشوف نفسي، ولا ببقى عايزه اقعد مع نفسي حتى كده شويه. فالدنيا لسه لحد دلوقتي معايا مش مستقره قوي، ويومي ما اتظبطش، فاهمني. يومي مش هيتظبط غير لما هو نومه يتظبط. طبعا بما ان لسه سنه صغير فلسه نومه مش مظبوط. المهم بقى هنا جيت بقى، فزي ما قلت لكم كده، انا اول حاجه بعملها خالص ان انا بشيل كل الفرش. ليه؟ عشان انا لما باجي انفض، او ناجي مثلا هنفض الحيطان وهغسل الحيطان والشبابيك والكلام ده كله، ده كله بيبقى معبي تراب. فعشان انفضه الستاير او الفرش بيتبهدل اكتر ما هو مطرب. فانا بشيله واغسله كويس واشيله خالص عشان نبعد عن حته التراب دي، عشان لما اجي انضف ما يتوسخش زياده، او التراب يمسك فيه اكتر، فاهمني. فهنا شلت الستاير، وجبت الركنه كده حطيتها على جنب، وشلت كل الفرش بتاع الركنه، الاكياس بتاعتها يعني وكل حاجه، وشلت الستاير دي علشان ابدا اغسلها. عايزه اقول لكم ان الفرش كان كميه فرش رهيبه. يعني انا عشان خلص الفرش ده او يتغسل عايز يومين، نفضل ننشر ونلم غسيل، ننشر غسيل ونلم غسيل، بس الله المستعان. فزي ما قلت لكم ان انا لحد دلوقتي اليوم بتاعي ما اتظبطش. احيانا ياسين بينام بالنهار، فببقى بخلص حاجتي بالنهار واحاول انام جنبه كده برضو شويه، واحيانا بالليل. يعني انا كنت بصور لكم الفيديو ده، واول ما بدات فيه او بدات الروتين كانت الساعه 12 ونص تقريبا بالليل، وانا مخلصه كان الفجر بيأذن و... ولسه بقى بحط راسي على السرير. ياسين باشا صاحي. فالنوم، قله النوم بصراحه عامله لي تعب الفترة دي. فادعوا لي كده ربنا يعيني ويعينكم على أولادكم وأطفالكم، وخصوصا اللي زي حالاتي كده معاهم طفل بيبي صغير مولود، ومعاهم أطفال في المدرسة، الله المستعان. فهنا لميت الفرش، وهنا بقى جبت المقشة، وابتديت بس ان انا ايه اكنس الارضيه. انا كنت منفض بس الشبابيك كده على الوش عشان التراب بس اللي ايه اللي على الوش بس. طبعا كل ده مش تنظيفات، انا الفكره في الروتين ده النهارده اني انا بجمع حاجتي او بظبط الدنيا عشان اعرف اشتغل. يعني انا من الناس اللي ما بعرفش اخش على المكان كده وابدا انضف، لا، بحب ارتبه الاول. يعني ايه، اظبط حاجتي عشان اعرف ارتبه حته 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 حته. لان على قد ما انا باخد وقت طويل، يعني ممكن اخد مثلا اسبوع تقريبا علشان اخلص التنظيفات العميقه بتاعتي. زي ما قلت لكم كده باخد اسبوع، بس عايزه اقول لكم بعد ما بخلص بتبقى الشقه بجد حرفيا ما فيهاش ركن ولا سنتي ما تنضفش. شبابيك، حيطان، ارضيات،
عايزه اقول لكم ان انا بمسك الشيش ده والضرف بتاعه المطبخ بتاعه البلكونه، بطلعهم بدخلهم الحمام وادعكم. يعني الموضوع معايا صعب قوي، بمسك ده التفاصيل فاهميني. ده في التنظيفات العميقه قوي اللي هي زي دلوقتي، اللي هي بتبقى دخلت الشتاء، في العيد، الحاجات اللي هي بتتعمل مرتين ثلاثه في السنه. غير طبعا التنظيفات العميقه بس بتبقى بسيطه شويه، بتمسحي، بتلمعي، بتغيري الملايات، الحاجات اللي هي بتتعمل يوميا او على مدار اسبوع او كل شهر مثلا، فاهميني. فهنا بقى ايه كمان، جيت هنا ناحيه الشاشه او الوحده بتاعه الشاشه، وقلت ابتديت برضو ان انا ايه الم الحاجات دي كلها علشان احطها على جنب كده، وتبقى الدنيا فاضيه. عشان الوقت او اليوم اللي انا مثلا عليه الدور ان انا عايزه اقول لكم حاجه في الاول. بصوا بقى عشان انا ايه ابتديت اتلخبط لان انا عارفين عايزه اخلص تسجيل الفيديو بسرعه قبل ما ياسين باشا يصحى. فبص انا الاسبوع ده اللي بمسك فيه الترتيبات او الروتين، بعمل حاجه كل يوم. يعني يوم مثلا هعمل ببقى قايمه الصبح مثلا او في اليوم ده مقرره ان انا هعمل مثلا المطبخ بيقعد معايا يومين برضو، سواء كان سيراميك او من جوه. لاني لما باجي اعمله بعمل السيراميك في يوم، اغسل سيراميك المطبخ والشفاط او البوتاجاز من جوه والفرن من جوه والشباك والكلام ده كله. وتاني يوم على طول بمسك المطبخ مثلا من جوه والظرف بتاعته وهكذا. كده المطبخ خد معايا يومين. تمام. عايزه اقول لك الحاجات دي كانت بتاخد معايا، كل التنظيفات العميقه دي كانت بتاخد معايا يومين بالظبط. بس الكلام ده كان قبل ما اخلف خالص، يعني ما كان قبل ما حتى اجيب ادم. لان كنت بطولي بعمل حاجات براحتي، حتى لو من الصبح لحد بالليل، فانا مش مرتبطه بحد ولا بشوف ولا في حد ورايا، فاهمني. فالموضوع مختلف خالص لما يبقى معاكي اطفال. والشقه كذلك، مثلا في يوم بمسك الشقه كلها انفضها. فاليوم ده مثلا بيبقى خلاص انا عارفه ان انا هنفض مثلا، فبمسك الغرف كلها انفضها، اللي هو ببقى مجهزه. بس ببتدي ازاي بقى؟ اول حاجه خالص ببتديها كده سريعا، هقول لكم انا بمشي الروتين بتاعي بيبقى بمشي ازاي. اول حاجه ببتديها ان انا بشيل الفرش. يعني مثلا انا هغسل السجاد، اول خطوه بعملها ان انا بشيل كل السجاد، ولو هبقى هودي الدراي كلين هودي، واللي هيتغسل في البيت هيتغسل في البيت. تمام. دي المرحله التانية. في نفس اليوم مثلا بروح شايله كل الفرش، فرش الركنه، فرش الانتريه، الستاير، اي فرش عندي انا حاطاه بشيله علشان برضو يتغسل ويتشال. يبقى انا كده عندي الحاجه مغسوله ومتشاله. اول ما بخلص الشقه بفرش على طول. تمام. علشان الفرش لما ساب مثلا اسيبه محطوط زي ما هو وابدا انفض واعمل، مش هينفع طبعا، هيشرب تراب او يتبهدل اكتر والكلام ده كله. فبشيل الفرش. بعد كده بقى بظبط الدنيا. يعني مثلا بشيل مثلا التحف، عندي انتيكات بقى، عندي تحف، عندي زرع، بلم الدنيا برضو دي كلها على جنب علشان اللي هيتغسل يتغسل، والحاجات اللي عايز يتشال من عليها التراب بقماشه او كده برضو تتنفض. تكون الحاجه عندي جاهزه، سجادي مغسول وجاهز، الفرش بتاعي مغسول وجاهز، حتى الانتيكات او الديكورات او التحف اللي انا بحطها تكون نظيفه وجاهزه. مجرد ما بخلص تنفيض وتلميع وغسل حيطان بفرش على طول، فاهميني. فدي كانت الخطوة التانية. انا خلاص شلت السجاد ونقعته عشان اغسله، وكمان شلت السجاد الكبير برمته وهبعت بقى الدراي كلين عشان يبعت ياخده. دي الخطوة التانية، ان انا بشيل الفرش بتاعي علشان تكون الدنيا جاهزة كده وفاضية تماما، اعرف انفض براحتي، اعرف انفض كويس قوي، سواء بالشبابيك او الاشاني او البيبان. يعني كل حاجة بتبقى الشقة مفيهاش بصوا تراب. عايزه اقول لكم ان المجهود اللي انا بفضل اعمله في اسبوع ده مفيش مجرد 3 4 ايام والله بيروح. بالذات التراب، يعني مش بيروح كنظافه، بس التراب عندي هنا عشان ساكنه في دور واطي شويه، تالت بلكونه. فالتراب بيتملي بسرعه، وكمان عشان في عربيات رايحه جايه وتكاتك والكلام ده كله، والارض بتاعت الشارع مش متسفلته، فده بيدخل عليا تراب، كميه تراب رهيبه. فوالله مش لاقيه لها حل، جربت كل حاجه مفيش اي حل، بس الله المستعان هنعمل ايه. كده كده شغل البيت ما بيخلصش يا بنات. المهم بقى، فزي ما انتم شايفين كده برضو دخلت على الصاله التانية. انا عندي الشقه ما شاء الله فيها صالتين، واحده كبيره اللي انتم شايفينها والتانية فيها حاطه فيها الانتريه. انا حاطه كده كده كفر على الانتريه. قولوا لي يا بنات في التعليقات، عايزه بجد رايكم، قولوا لي كفر الانتريه احلى اللي انا حاطاه كده ولا اشيله؟ انا اصلا كده كده ساعات بعمل كده، بابقى زهقانه شويه من الكفر بشيله وبسيب الانتريه زي ما هو. بس قولوا لي انهي شكله احلى، الانتريه شكله احلى لوحده ولا بالكفر؟ طبعا سامحوني على الاضاءه اللي مش حلوه، لان فعلا سبحان الله الحظ يعني مصاحبني.
جايه عشان اعمل روتين اللي هو النهارده اللمبه بتاعه الصاله اتحرقت. فبصراحه ما رضيتش ان انا اوقف واكسل، فقلت اكمل. وحتى هكمل بس معاكم الجزئيه دي علشان فيها لسه اضاءه شويه، يعني الاضاءه بتاعه الصاله مدخلها شويه، يعني مدخلها شويه اضاءه اهو، فسامحوني على الاضاءه دي. ان شاء الله اظبطها وهغير يعني. لا، انا اصلا بالفعل غيرتها خلاص. فالمهم بقى هنا كنست من وراها. انا عندي الشقه فيها بابين، باب على الصاله الكبيره وباب على الصاله دي. فالباب ده احنا ما بنفتحوش خالص، حتى عشان كده وراه الكنبه. فزي ما قلت لكم كده حاطه وراه الكنبه، وعارفه ان شكله مش حلو قوي، بس هو الكنبه ملهاش مكان اصلا غير هنا. تمام. برضه عملت بقى ايه، شلت الكسوه بتاعه بتاعه الانتريه اللي انا عاملاها، وشلت كمان الكسوه بتاعه الانتريه نفسه اللي هي الاساسيه. شلتها وابتديت برضو ان انا اشيل الكنبه التانية، الكرسيين والكنبه التانية بتاعه الانتريه معاكم، بس كان الجزء ده الدنيا فيه مظلمه شويه، الاضاءه ما كانتش حلوه فيه زي هنا. فما عرفتش ان انا اصورها لكم بصراحه عشان الاضاءه ما كانتش حلوه خالص. فهنا بقى ايه، بعد ما شلت الكفر وشلت الكسوه يعني وكده، بكبرتة او قماشه عندك او ملايه تكون مثلا مش بتستخدميها قوي، بحطها كده عشان برضو ايه الشيلات نفسها بتاعه الانتريه ما تتبهدلش تراب لحد ما نخلص التنظيفات بتاعتنا. تمام. بصوا زي ما قلت لكم كده ان كل واحده وليها نظامها، عارفه ان انا الدنيا بتفتح مني قوي والموضوع بيطول، وازاي بقعد 5 6 ايام او اسبوع بعمل في الشقه. بس انا كده اللي عامله دي او الروتين ده بعمله في السنه مرتين او 3. فاهماني؟ ما بيبقاش في حتى حرفيا، عايزه اقول لكم ان حتى النيش بنزل النيش واغسل كل اللي فيه. كل حاجه وكل سنتي في البيت بيتنضف بقى، كنس وتلميع ومسح ودعك، والحيطان بتتصبن، يعني كله كله كله. تمام. وكل حاجه بقى عشان بقى كمان بعملها لوحدي، وعندي آدم في المدرسة ودروس، وحتى في الأجازة، حتى الأيام اللي فيها أجازة ما فيهاش مدرسة بيبقى عندنا فيه دروس والكلام ده كله. فأنا مش اللي هو فاضية على مدار اليوم أعرف أخلص حاجتي كلها في يوم أو 2، لأ، الموضوع بياخد معايا وقت شوية. تمام. فما تأزموش الدنيا على نفسكم، يعني مش شرط اللي هو إيه، يعني شغل البيت ما بيخلص يعني. بجد يا بنات شغل البيت ما يخلص، وخصوصا اللي عندها أطفال وعندها مدارس ودروس. واليوم 24 ساعة، واليوم ال24 ساعة ده ما بقاش بيكفي أي حاجة. فاهماني؟ أنا بقى كنت باوريكم الدنيا، بس أنا فضيتها إزاي، بقت الدنيا جاهزة أو المكان ده جاهز إن أنا أنفضه على طول، وأغسل الحيطان وألمعه وأفرش. فاهماني؟ بهيئ لنفسي الدنيا أو بظبطها علشان أول ما أبدأ إيه، اشتغل على طول. هنا بقى بصوا كمية فرش وكمية الستاير والفرش بتاع الانتريه والركن عايزين يتغسلوا، حرفيا انا هياخدوا معايا يومين عقبال ما الحاجة تنشف من على الحبال وارجع احط غيرها وهكذا، يعني الموضوع هياخد معايا حوالي يومين. بس طبعا ده ملوش خالص دعوة باللي انا بعمله، يعني ده انا بعمل مثلا الترتيب اللي انا مرتباه ان انا مثلا هعمل كذا النهارده بعمله، بجانب ان انا بحط الفرش بقى في الغسالة وكده وبغسله. نعم. بصوا بقى هنا رجعت لكم ونكمل تسجيل الفيديو. عايزه اقول لكم ابراهيم كان بينادي عليا بس كده، عشان كنت حاطه حاجه على النار ونسيها. الزهايمر اليومين دول تمام يعني. بصوا هنا بقى انا كنت غاسله الستاير الشفافه. الحاجه الوحيده اللي اول ما بلمها على طول من على المواسير او الستاير، هي الستاير الشفافه. اول ما بشيلها بغسلها على طول، علشان لما بتقعد او لما بركنها على جنب عشان اغسلهم وكده بيتربوا زيادة وممكن يتنتشوا او يعني حاجة تبوظهم وكده. فاول ما بطلعهم على طول او اول ما بشيلهم من على المواسير على طول بغسلهم يعني على طول واشيلهم في كيس كده. فانا كنت غسلاهم اصلا قبل ما اولد. تمام. المهم بقى نيجي للسجاد. عايزه اقول لكم ده المقطع ده بقى تاني يوم، لان انا فضلت ناقعه على المشايات دي يوم يعني يوم كامل. فاهمني؟ كنت ناقعاهم من بالليل. ده كده تاني يوم. عايزه اقول لكم كانت الميه، بصراحه انا كنت عايزه اصورها لكم بس بعد كده رجعت في رايي، يعني الميه كانت طينه حرفيا. مش بسبب ان السجاجيد مش نظيفه، على قد ما كان بسبب التراب، لان هي اتركنت فتره طويله حوالي اكتر من شهر في البلكونه. فكانت شاربة كمية تراب رهيبة، ولو أنا ما كنتش نقعتها ما كانش هتنضف تماما. بصوا يا بنات أنا دايما بنقع على حاجة، سواء غسيل، سجاد، ستاير، أي حاجة حاسة إن هي مش نظيفة أو حاسة إن هي محتاجة غسيل عميق شوية، بنقعها في البانيو بإريال بقى بأوكسي، على حسب المسحوق اللي بتستخدميه مفيش مشكلة. لو حاجات بيضة بتحط لها كلور أبيض، لو حاجات ملونة كلوروكس أبيض ألوان. المهم يعني ان الحاجات لما بتتنقع فترة الأنسجة بتطلع الحاجات اللي مش نظيفة، سواء تراب أو بقع أو حاجة. بس لما بتمسكي الحاجة تغسليها على طول مش بتنضف كويس. فالسجاد لما اتنقع
عايزه اقول لكم ما خدش معايا وقت خالص في غسيله ونضف على طول. وكمان السجاد بتاع الاطفال كان فيه شويه بقع كده من ادم، فبصراحه ما خدش وقت معايا خالص. ففكرة إن أنتِ تنقعي الحاجة يا بنات دي بتسهّل عليكِ جدًا، وكمان بتدّيكِ نتايج حلوة جدًا، زي ما قُلت لكم كده سواء في أي حاجة. يعني أنا هاعمل الخطوة دي في الستاير والمفارش كلّها، وخصوصًا مفارش الرُكنة لإن بقى لها كتير ما اتغسلتش، فحاسّاها إن هي بهتانة كده، فهانقعهم برضه يوم كامل في البانيو بالمسحوق بتاعي أو بالخلطة بتاعتِك بقى على حسب اللي بتستخدميها. وبانقعها كده بتسهّل عليَّ الغسيل وبتطلع زي الفل، بقع بقى سواء بُقع، تراب، أي حاجة بتبقى نضيفة جدًا وزي الفل. هنا برضه كانت المشّايات كده غسلتها زي ما أنتم شايفين، وفي البانيو عايزة أقول لكم البانيو من أسهل من الحاجات اللي بتسهّل عليكِ الغسيل شوية، بتملي البانيو كده مَيّة وتشطفي فيه، فأنا باشطف فيه بيبقى أسهل من إن أنا أقعد أدلق مَيّة. كمان أنا مسكت المشّايات دي كلّها عملتها في الtoilet في الحمام، أسهل لإني لمّا باغسل سجاد أو حاجة في الصالة الموضوع بيبقى مُرهق جدًا، وكمان عشان عندي ما شاء الله مساحة الصالة كبيرة، المَيّة بقى بتتوزع في كل مكان، يعني المجهود اللي أنا باخده في لَم المَيّة أصعب بكتير من المجهود اللي أنا باعمله في الغسيل الحاجة نفسها. تمام، فعشان كده بقى قررت إن أنا إيه، من ضمن الحاجات يعني اللي قُلت هاودّي السجاجيد برّه، هي المجهود اللي باعمله في لَم المَيّة بيبقى الموضوع صعب بصراحة. أمّا في الtoilet أنا وفي الحمام المشّايات الصغيرة بتبقى أسرع وأسهل يعني. المهم هنا كنت خلاص بقى إيه، خلصت فضلت أشطفه مرّة و2 و3 علشان من الحاجات اللي بتعمل ريحة في السجاد بعد الغسيل بالذات إنِّك ما تشطفوش كويس. حاولوا على قد ما تقدروا تشطفوا السجاد كويس جدًا، لإن لمّا بينشف بيعمل ريحة مش حلوة لو ما كانش اتشطف يعني كويس جدًا. عايزة أقول لكم كانوا بصراحة يومين بهدلة، بس بالنسبة لي يعني من أصعب الحاجات اللي خلصت هي الحاجات دي. الدنيا كده بعد كده أسهل، إن شاء الله هنكمّل الفيديوهات الجاية مع بعض باقي تنضيفات الشقة، علشان عايزة على قد ما أقدر أحاول أخلّصها بدري. إن شاء الله يا رب يكون الفيديو عجبكم، وكمان يا بنات ما تنسونيش وادعوا لي دعوة حلوة، وحطّوا لايك للفيديو. أنا كنت خلاص خلّصت السجاد سِبته يصفّي، وبعد كده هاروح أنشره. كده الفيديو بتاعنا خلص النهارده، أشوفكم على خير. سلام عليكم.